مرحبا بكم في نشرة أخبار النادي الأهلي لهذا اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024. لدينا الكثير من الأخبار الهامة لنعرضها لكم. تابعوا معنا لتطلعوا على تفاصيل مهمة ومحدثة عن فريقكم المفضل. الأهلي يرفض مناقشة العروض الخليجية لمحمد الشناوي. رفض النادي الأهلي مناقشة أي عروض خليجية لضم حارس المرمى محمد الشناوي في الوقت الحالي. يأتي هذا القرار بعد تلقي النادي عروضا مغرية من بعض الأندية الخليجية، ولكن وفقا لتوجيهات المدير الفني السويسري مارسيل كولر، فإن الأولوية تكون للمحافظة على استقرار الفريق في هذه الفترة الحرجة من المواسم، خصوصا مع اقتراب نهائي دوري أبطال إفريقيا. كولر يفاضل بين حسين الشحات ورضا سليم لتشكيلة الأهلي أمام الترجي التونسي. يواصل المدير الفني السويسري مارسيل كولر بحثه المستمر عن التشكيلة المثلى لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. يفاضل كولر بين اللاعبين حسين الشحات الذي أظهر أداء قويا في المباريات الأخيرة، ورضا سليم اللاعب المغربي الموهوب، لإضافة التنوع والقوة إلى خطوط الفريق. كولر يمنح كهربا وعدا بالمشاركة في النهائي الإفريقي. في جلسة تدريبية أخيرة، وعد كولر مهاجم الفريق محمود كهربا بالمشاركة في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. جاء هذا الوعد بعد أداء كهربا المبهر في المباريات السابقة، حيث ساهم بشكل فعال في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق. القنصل المصري في رواندا تطمئن على بعثة الأهلي لكرة السلة. زارت القنصلة المصرية في رواندا مادونا مجدي مقر إقامة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي في العاصمة الرواندية كيجالي. حرصت مجدي على التطمين على أحوال البعثة وتوفير كل الدعم اللازم للفريق قبل خوض بطولة إفريقيا لكرة السلة. جاءت هذه الزيارة كتأكيد على دعم الجالية المصرية في رواندا للنادي الأهلي. علي معلول يسافر إلى تونس بعد جراحة وتر أكيلس. قرر ظهير أيسر الأهلي علي معلول السفر إلى تونس لقضاء إجازة قصيرة بعد جراحة وتر أكيلس، على أن يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي للتعافي. يعد معلول من أكثر اللاعبين شعبية بين جماهير الأهلي، ويتمنى الجميع له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب بقوة. جمهور الأهلي يطالب بتجديد عقد علي معلول. وفي لمسة وفاة، طالب جمهور الأهلي بتجديد عقد النجم التونسي علي معلول، حيث أظهر استفتاء على واتساب دعما كبيرا لاستمراره مع النادي، خصوصا بعد إصابته الأخيرة التي تطلبت جراحة. يعتبر الجمهور معلول عنصرا أساسيا في تشكيلة الفريق، ويتمنى أن يستمر في تقديم أدائه المتميز مع النادي. الفحص الطبي يحسم مصير كوكا من نهائي الأهلي والترجي التونسي. يخضع لاعب خط الوسط أحمد نبيل كوكا لفحص طبي لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. يعاني كوكا من إصابة خفيفة تعرض لها في التمارين، ويأمل الجميع في تمكنه من التعافي ليكون جاهزا لهذا اللقاء المهم. شكرا لمتابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب. نراكم في النشرة القادمة.